عمرك عملت تبييض لأسنانك ولقيت إن النتيجة أقل من توقعاتك؟ السبب مش دايما في التبييض نفسه، الحقيقة إن لون أسنانك نفسه قد يكون مختلف، أو مش قد يكون، هو الطبيعي إنه مختلف عن لون أسنان فلان وفلانة وفلانة. كلنا مش لون أسناننا زي بعض بالظبط، لون أسناننا مختلف. لما نعمل تبييض بنوصل لدرجة بياض لأسنانك أكتر حاجة هي أسنانك تقدر توصل لها، دي نقطة. النقطة التانية إن بعض الناس مدخنين أو بيشربوا قهوة وشاي كتير كتير، فالتصبغات عندهم بتكون عميقة جدا، يعني متأصلة جوه السن نفسها، فتحتاج أكتر من جلسة تبييض علشان نقدر نفكك وندوب كل التصبغات اللي موجودة في السنة دي تاني نقطة. أما بقى تالت نقطة، وهي إن بعض الناس طبقة المينا عندهم سمكها بيكون كبير شوية، وبالتالي التبييض مش بيقدر يتخلى اللي جوه السن كويس ويدوب التصبغات اللي موجوده في طبقه العاج نفسها. عشان كده لازم الدكتور يساعدك، ولو ما وصلتش للنتيجه اللي انت نفسك فيها ممكن نعمل اكتر من جلسه علشان نوصل لاقصى درجه بياض نقدر نوصل لها بالتبييض. بعد كل ده وما وصلناش برضو للدرجه اللي انت نفسك فيها، مفيش مانع ابدا يا صديقي ان انت تعمل فينيرز لاسنانك علشان توصل لدرجه البياض والشكل الجميل الابتسامه اللي انت عايزها وبتتمناها. يعني ببساطه مش كل الحالات كوبي بيست زي بعض هنوصل فيهم لنفس النتيجه زي بعض بالظبط، وعادي جدا اننا نلاقي لون تبييض اسناني مختلف عن لون تبييض اسنان اخويا، وعادي جدا نلاقي لون اسناني بعد التبييض مختلف كتير عن لون اسنان اخويا بعد التبييض. لو نفسك في ابتسامه بيضه وصحيه، احجز كشفك دلوقتي وخلينا نقول لك انسب حل لحالتك. ولو وصلت معايا لحد هنا يبقى الكونتنت ده عجبك يا صديقي، فما تنساش تعمل لنا لايك وفولو عشان لسه اللي جاي كتير. واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. كان معاكم دكتور عبد السلام محمد، وسلام.